يا جماعه تعالوا، عاوز اقول لكم خبر مهم. خطوبتي على ملك الشهر اللي جاي. الله يبارك فيك. ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ كريم مين ده اللي تتخطبي له؟ كريم زميلك. مش عايزاك بقى تتأخر على الخطوبة، وأظن إن أنت عارف العنوان. مالك انت ليه بتعملي كده؟ أنا برسم حياتي وبخطط لها، ولا هو أنت بس اللي تعمل كده وأنا لأ؟ مالك احنا مش هنفضل نلف في نفس الدايره دي طول عمرنا. والله الدايرة دي أنت اللي رسمتها، ما تجيش بقى تشتكي دلوقتي. انا مش هسمح لك تعملي كده. لا بص، ما تنساش نفسك وما تديش لنفسك مساحة أنا ما اديتها لكش، سامعني؟ انا مش هسمح لك تعمل كده. مش هتسمح لي؟ يعني مش هتسمح؟ مش هسمح لك تعمل كده. انت مش شغلتك تسمح لي ولا لا؟ يا تبارك هتخليك في حالك. مالك هي حالي كانت ما بقتش. ايه اللي بيحصل ده؟ زياد، تعال قدامي على المكتب. يلا. في إيه؟ هتفضلوا متنحين كده كتير؟ انت اللي فيه ايه؟ تعملي كده ليه يا ملك؟ بصي يا ملك، مهما كان اللي حصل لك من زياد ارجوكي ما تتسرعيش في قراراتك. النبي انت اخر واحده تتكلمي على القرارات المتسرعه، الله يخليكي. طيب ملك ركزي معانا، انت مش هينفع تبقي مع اي واحد لمجرد الاكسبيرينس بتاعتك مع زياد. وانت برضو اخر واحده تتكلمي، عشان انت رحتي عملتي كل ده من ورا ظهري، كل ده عشان انا ناسيه. انا عارفه ان زياد اتغير وعارفه ان هو بيحبك وكان محتاج فرصه تانية. وانا كمان محتاجه فرصه تانية، فرصه جديده مع حد تاني خالص، عشان انا زهقت. لا دي طريقة ينفع تحل بيها مشاكلك الشخصية ولا ده مكانها يا زياد. انا اسف جدا يا مستر سامح. عموما انا مش هقدر ابقى موجود في الشركه الفتره الجايه. يعني ايه الكلام ده؟ هتهرب من شغلك وتخسره علشان خاطر؟ انا محتاج اجازه، بس محتاج اجازه وعموما اوعدك لما ارجع مش هيبقى في دماغي اي حاجه غير الشغل وبس. وهو ده حل؟ او حضرتك مستعد تشوف مشكله زي اللي حصلت دي هنا تاني؟ هو يا كده يا كده. انا بقول لحضرتك الحل اللي انا شايفه مناسب ويريح الكل، ولو ممكن تديني الاجازه دي بنفسك بدل ما اضطر اتعامل مع ملك. ممكن؟ عموما اللي تشوفه يا زياد، لكن لما ترجع من اجازتك تبقى واخد قرارك ان حياتك الشخصية ملهاش دعوة بشغلك. تمام؟ تمام مستر سامح، متشكر جدا. ايه يا عم الكئيب؟ ده منظر واحد حقق اللي بيحلم بيه. انت يا ابني مش مالك دي كنت بتحلم بيها وقرفني ليل نهار، ولا انا ده كانت تهيؤات دي ولا ايه؟ والنبي يا مصطفى انا مش فايق هزارك ده دلوقتي. لا ما انا عايز افهم، يعني اللي على وشك دي خضه مفاجاه في ايه؟ يا اخي احسبها زي ما تحسبها، بس والنبي سيبني لوحدي دلوقتي. اوكي طيب يا كريم، انا يعني هقول لك كلمتين بجد يعني قبل ما اسيبك لوحدك زي ما انت عايز. اسوأ حاجه الواحد ممكن يعملها في نفسه انه يقبل انه يبقى سبير، استبن، يعني حد يتنسي بيه الحب اللي بجد. ما تقبلش تعمل في نفسك كده يا كريم. يا اخي انت امتى هتبطل الكلام السم اللي بيطلع من بقك ده؟ ما تخليك في حالك، خصوصا لو كلامك ده هيجرح الناس. ازاي؟ ازاي يعني يخليه في حاله؟ انا عايزه افهم، ده مصطفى ازاي يخليه في حاله؟ هو لازم كده يقول كلام يكره الواحد فيه اكتر ما هو.